يسقط شيخ الازهر، يسقط شيخ الازهر. هو حضرتك مين المسؤول عن الحرس عن المظاهر؟ مين اللي مسؤول عن المظاهر؟ مين اللي منظمها؟ صحفي في جريدة النهار. صحفي في جريدة النهار. هو محدش ينظمها، احنا بما اننا كلنا بنعمل داخل مؤسسة واحدة، فكلنا تضامنا مع بعض وكلنا حبينا ان احنا يبقى لنا كلمة مع بعض، وقررنا ان اليوم دوت ان احنا هننزل نحتاج فيه. ومن اول الاسبوع واحنا معترضين. مشكلتنا ان احنا ملناش عقود، مرتبنا زي ما حضرتك كان في خصومات، وان المفترض ان احنا بنعمل في هذه المؤسسة بقالنا سنوات، الا اننا مع الرغم من ان احنا لينا سنوات، في مننا اللي تعدى 10 سنوات، الا اننا مش مؤمن علينا الا من السنة اللي فاتت. وانتوا تابعين لوزارة احنا مش تابعين لاي وزارة، احنا تابعين لمشيخة الازهر. ومشيخة الازهر هي المتخصصة او لقطاع المعاهد الازهرية. هي اللي اسمعني بس ثانية. احنا دلوقتي ما بقيناش عارفين مين اللي معانا، لانها هي اتقسمت معانا وعلينا. انا ماليش دعوة بحد، انا برصد وبسجل وبنزل وبس، ماليش دعوة بحاجة. ثانية واحدة. ولما خدت منك تصريحات يعني بتنزل عليها كمان احنا عندنا ان الاعلان لازم يطلع الصورة والحالة اللي احنا عليها. انا اصلا كنت رايح النقابة لقيت الوزارة في وسط فيها. يعني الاستاذ احنا النهارده شايفينه قدرا، هو كان معانا داخل المعهد بتاعنا، كان بيعمل معانا 3 سنين وخرج من المعهد ولم يعني لم يتقاضى اي مستحقات
المفروض ان هو كان بيخصم منه زي ما بيخصم مننا. وانتوا ومع طلباتكم ايه بقى؟ نعم، طلباتكم ايه؟ طلباتنا ان احنا نتعين، نتثبت، نبقى زينا زي اي موظف داخل هذه الدولة. من الساعة 7 الصبح للساعة 3 وتاخد 200 جنيه. 200 جنيه عيب يا جدعان، عيب. حضرتك اسمك ايه؟ عيب 200 جنيه قوي. اسم حضرتك ايه؟ احمد حسن. ايه في نفس المدرسة؟ كنت معاهم نفس المدرسه، الحمد لله رب العالمين. يعني. الحمد لله. شفتها بس متضامن معاهم. طبعا لان انا اولا انا حاسس بيهم كان حابب كلهم زمايلي، كلهم اخوات، عشت معاهم 3 سنين. 3 سنين عايشين مع بعض. ربنا يقويك. ما خدش اي شيء من مستحقاته لما خرج. تمام. مش عايز منها اي حاجه، بس اهم حاجه الناس تطلعوها. لكن ما فيش متحدث اعلامي عندكم ولا حاجة، انتوا كلكم كده منظمين الموضوع يعني. احنا كلنا منظمين الوضع. ايوه. مفيش حد فيكم متحدث رسمي يعني؟ الأستاذ بما إنه أكتر إنسان كان بيتعنى في كل مكان، محمد سعيد. محمد مجدي صاحب جريدة النهار يا فندم. شرفنا حضرتك. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف بس من حضرتك اللي تلفزيون النهار المشكلة بالظبط بتاعت الوقفة اللي انتوا منظمينها. المشكلة ان شاء الله باختصار شديد عشان ما اخش حضرتك. احنا مدرسين متعاقدين مع مشيخة الازهر، مع المناطق الادارية مشيخة الازهر. هذا العقد بنيته ظالمة جدا، كان اقر هذا العقد في النظام البائد الظالم. وبعد الثورة لما الناس بدأت تفهم ان احنا مواطنين في دولة من المفترض ان يسود فيها القانون، ما يسودش فيها اعمال البلطجة وسرد الدراع، الناس قالت يا جماعة لو سمحتوا احنا مرتباتنا 223 جنيه، اتقوا الله فينا مش عارفين نعيش، لو سمحتوا ادونا اي حقوق لوجه الله. ما قوبل هذا المطلب الا بضرب الجسم. كويس؟ فاحنا بنقول يا استاذنا مطلبنا واضح وثابت وصغير جدا. لو عربية كشري، لو راجل عنده عربية كشري وراجل شاطر في شغله هيقدر يحقق مطلب 6000 اسرة مصرية. 6000 مدرس في الازهر بيعاني بيقبض مرتب 258 جنيه. مطلبنا تثبيت من مر عليه 3 سنوات، مش تعصبا من احد ومش تقبيلا ليد احد، وانما اقرارا لقانون الدوله، لان المفروض ان احنا الدوله، احنا بيتهيأ لنا ان احنا الدوله، فاحنا بنقول نقر اقرارا لقانون الدوله وعملا بالقانون الساري الى هذه اللحظه اننا لنا الحق في التثبيت، وصدر لنا قرار من شيخ الازهر بالتثبيت، وصدر لنا قرار من وزاره الماليه بالتثبيت، ووافق الجهاز المركزي للتنظيم والاداره على التثبيت، ورغم ذلك كله شيخ الازهر قال اخبطوا رؤوسكم في رؤوس بعض. وإن كان وأنا بسأل معلوماتنا وبياناتنا الواردة لأي جهة حكومية تعمدت المشيخة وقطاع المعاهد بإغلاط المعلومات الخاصة بينا علشان ما يبقاش لينا أي حق، لأن في فساد مالي لا حق له ولا عدل. أنا بتصرف من 200 أيوة. جنيه لا ده كمان المالية أصبحت دلوقتي بتخصم 20% من الحسابات السنوية الخاصة بالأزهر لصالح تثبيت المدرسين المتعاقدين. تعرف حجم أموال كامل السندية الخاصة عندكم؟ احنا في صندوق واحد يا أستاذنا اسمه تطوير المعاهد النموذجية بالأزهر. هذا الصندوق ماليته 1,400 مليون. الناس دي عشان تتثبت مطلوب 60 مليون جنيه. والله لو رجل اعمال محترم يجي يشرحهم تبرع. الكلام ده حضرتك مسؤول عنه ان هو طبعا مسؤول عنه، واحنا معانا اوراق لو حضرتك عايز تصور الاوراق. هاتوا يا جماعه، مين معاه ورق؟ ورق الصندوق اللي فيه 1,400 مليون.